السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، والتحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن. ان شاء الله اليوم غنصاوبوا واحد الدنجال معمر كيجي زوين بزاف. غير بقاو معنا ان شاء الله تشوفوا المقادير، تشوفوا الطريقه كيفاش كنصاوبوه. عندنا الدنجال كناخذوا جوج دنجالات على حسب الافراد شحال عندكم، وكنقطعوه طرونش بحال هكايا على هذا الشكل هكا طويل. صافي، ومن بعد ان شاء الله غادي نديروه في المقله. بالنسبه للمقله راه كنديروا ليه غير شويه ديال الزيت وبحال اللي كنشويوه. دابا من بعد ما قطعناه دابا غادي نديروا الملحه. ها هي الملحه، غادي نرشوا عليه الملحه كامل، ومن بعد ديروا ليه شويه الزيت، اولا ديروه في شي بانيو خلطوه مزيان باش يتخلط لكم الملحه. صافي، ومن بعد دابا غنديروا شويه ديال الزيت حتى هو بحال اللي غادي نخلطوا معاه الزيت، حيت هو ما غاديش نقليوه. هذا دابا ما كيتقلاش، غير بحال اللي كيدهن شويه بالزيت. صافي، بحال اللي باش منين يطيب نديروه في المقله يولي غير بحال اللي مرخي لينا بحال هكا، ماشي طايب بزاف. صافي، من بعد ما درنا ليه الملحه والزيت دابا غادي نمشيو نديرو مقله باش تسخن لينا. المقله يعني كنديرو فيها واحد شويه ديال الزيت. هي هذه، ها نتوما غير شويه الزيت ماشي بزاف، وغادي نخليها حتى تسخن. ومن بعد غادي ندير فيها هاد الدنجال ديالي. كنبقى نلوح غير القياس اللي غادي تهز ليا المقله ديالي حتى كنطيبو، راه دغيا كيطيب. كنخليوه نغطيو عليه ونخليوه يطيب وبحال هكا. ومن بعد ما كيطيب من التحت كنبقاو نقلبوه على هاد الشكل هكا. ها انتم تشوفوا. صافي نخليه يطيب. عباد ما كنمشي ندير حاجه اخرى اولا نقطع الدجاج ولا شي حاجه كيكون عندي موجود. صافي، ها هي دابا يعني الدنجال ديالي شتو كيبقى كيولي لاوي باش كيجيني انا ساهل منين نبغي نلويه. صافي، دابا ها هو هذا انا غادي نحطوه هنايا في الطبسيل. ومن بعد ان شاء الله نمشيو نصوبوا الدجاج، يعني العماره باش غادي نعمروه. كاين عندنا هنا الدجاج كنقطعوه امانسي يعني طويل شويه، اولا مربعات اللي بغيتو. كنديروا هنايا البزار، الخرقوم، وكنديروا هنايا القزبر مقطع. وصافي، وكنديروا الملحه، وغنديروا نضيفوا شويه ديال الزيت، زيت العود ولا زيت العاديه. من بعد غادي ناخذ هاد الفرomاج، سواء عندكم فرomاج حمر او موتزاريلا. ومن بعد غادي ديروا حتى الزيتون خضر. انا دابا حيت ما موجودش عندي داكشي علاش ما درتوش الزيتون مقطع خضر. من بعد دابا غادي نديروا العماره. صافي، غادي نبقاو نستفوا هاد الدنجال ديالنا على هاد الشكل هكا بحال هكذايا. ومن بعد غادي نوليو نديرو الدجاج على هذا الشكل. فوالا بحال هكايا. ومن بعد بحال دابا الزيتون الا عندكم غادي تقطعوه رقيق وديروه من الفوق، عاد ديروا الفرomاج. صافي، دابا انا استفت الدجاج ديالي. دابا غادي ندير شويه الربيع من الفوق على هذا الشكل هكا. وكما قلت لكم ديروا الزيتون الا كان، عاد ديروا الفرomاج. ساهل ودغيا كيطيب وزوين دغيا، وبزاف كياكلوه حتى الوليدات كياكلوه. صافي، دابا غنلويو على هذا الشكل هكا. صافي على هذا الشكل. ومازال نوريكم وحدين اخرين غنعمرهم حتى همايا. هذيك البلاصه اللي كتكون طايبه بزاف كنديروها من الفوق باش منين يطيب لينا في اللاطه كيكون ما كيتحركش. صافي، غادي ندير عاوتاني نفس الشيء الدجاج. ومن بعد ان شاء الله غندير شويه ديال الربيع. هنا شويه ديال القزبر، هذا راه القزبر، حيت القزبر كيتواتى مع الدجاج وكيعطي مذاق زوين. صافي، من بعد غادي ندير الفرomاج، هو هذا. ونلوي يعني الدنجال ديالي على هذا الشكل بحال هكا حتى كنوجد يعني الدنجال ديالي كيكون كله موجود. عادي غادي نمشي ان شاء الله. صافي على هذا الشكل. ومن بعد غادي ناخذوا اللاطه، لان هذا هو وريتكم غير الشكل ديالو كيفاش ملي كيتلوى. ومن بعد غادي ناخذوا واحد اللاطه غادي ندهنوها بالزيت، هو هذا الزيت. ومن بعد غنستفوا فيها هذاك الدنجال. بالنسبه للاطا، بالنسبه للدنجال هذاك الدجاج غيطلق لينا الماء، هو ما ديروا لا ما لا والو، غير هذا الزيت اللي غديروه ترجعوه للفران. ديروا الفران 180 وتخليوه يطيب. وتردوا ليه بالنسبه تردوا ليه البال ضروري. اي حاجه درناها في الفران خصنا ديال الضو، ضروري تردوا ليه البال. صافي، وكنبقاو ندهنوه بحال هكا ونحطوا ان شاء الله هذاك الدنجال.
ان شاء الله نتمنى المتتبعين ديالي المشاهدين ديالي ان شاء الله نتمنى تشجعوا هذه القناه. كما قلت لكم راه كانت صافي، كانت حتى مشات ليا ورجعت. نتمنى ان شاء الله عاوتاني انا بديت فيها الخدمه، نتمنى ان شاء الله تشجعوها. ولا عجبكم المحتوى ديروا اشتراك باش يوصلكم اي حاجه جديده، وديروا جيما المتتبعين ديالي باش تشجعوها ان شاء الله تطلع باذن الله. كتعرفوا ضروري اليوتيوب الا درتو جيم وكومونتير كيطلع القناه. كنشكركم بزاف. صافي دابا انا دخلته الفران، من بعد خرجته تقريبا شي نص ساعه كندخلوه الفران. كيجي على هذا الشكل هكا وكيجي زوين بزاف، والفرماج مع الدجاج. غير جربوه غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. ونتمنى لكم الخير ونشوفكم على خير المتتبعين ديالي. هاد النجل راه رائع كياكلوه حتى الوليدات كيعجبهم. وبصحه وراحه، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تسناوني ان شاء الله. مع السلامه.